المسجد الحرام قبلة المسلمين وأكبر المساجد على وجه الأرض. تميز المسجد الحرام بتنوع مداخله واختلاف وجهاتها وتنوع خدماته الموصلة لجميع مرافق المسجد الحرام. 210 أبواب تشرع خدماتها لقاصد المسجد الحرام، و11 سلما 9 منها كهربائية وسلمين داخليين، و20 بابا لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي باب السلام وجسر المروة وباب قريش وباب العباس وباب الملك فهد. وضع على الأبواب الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية لتقديم الإرشادات للزوار والمعتمرين. ويقوم على إدارة الأبواب أكثر من 400 موظف من المؤهلين علميا وعمليا، من خلال عدد من البرامج التدريبية في فن التعامل مع رواد المسجد الحرام. ويرتفع العدد في المواسم إلى 600 موظف. وكما يتم وضع الحراسات اللازمة للأبواب بالزي الرسمي، وأيضا حمل بطاقة تعريفية بهم. وكما يتم كذلك إرشاد وتوجيه قاصد المسجد الحرام بالحكمة والموعظة الحسنة، ومراقبة جميع الأعمال، والتأكد من أنها تسير وفق ما هو مخطط له، والعمل على تذليل ما قد يطرأ من عقبات، وتوفير الجو المناسب لرواد بيت الله الحرام، والمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرتادين دخولا وخروجا، والمساهمة أيضا مع أفراد شرطة الحرم لمنع دخول الزوار للمسجد الحرام بعد انتهاء الإمام من الصلاة، لتفادي الاختناقات لا سمح الله.